كنت فاكر إن حياتي خلاص اتحكم عليها بالفشل، ديون، شغل ممل ومستقبل مش باين. بس في يوم بسيط حاجة صغيرة جدا غيرت كل حاجة. دي قصتي، قصة الشاب اللي بدأ ب0 جنيه وبقى مليونير. اسمي أحمد، عندي 27 سنة. كنت شغال في محل صغير بمرتب يدوب بيكفي الأكل والشرب، ومع الوقت الديون كترت والهموم زادت، وكنت كل يوم بقول خلاص مفيش أمل. وفي يوم وأنا بتفرج على فيديو على الإنترنت لقيت واحد بيقول: لو ما عندكش رأس مال ابدأ بخدمة بسيطة أو إعادة بيع حاجة موجودة حوالينك. الكلمة دي فضلت ترن في وداني، وقلت لنفسي: إيه اللي ممكن أعمله من غير فلوس؟ بدأت ألف على المحلات في منطقتي وأسألهم لو محتاجين حد يجيب لهم زباين مقابل عمولة بسيطة. وفي أول أسبوع قدرت أبيع كام قطعة ملابس وخدت أول 100 جنيه عمولة. ساعتها حسيت إن الدنيا ممكن تتغير فعلا. اليوم ده كان بداية المشروع اللي عمري ما تخيلته. قررت أعمل صفحة على فيسبوك وأصور المنتجات وأنزلها، وابتديت أبيع أكتر وأكتر. طبعا ناس كتير ضحكت عليا، ناس قالت لي: أنت فاكر نفسك هتعمل بيزنس يعني؟ وفي مرة اتضحك عليا في صفقة وخسرت فلوس. بس كل يوم كنت بتعلم أكتر، وكل ما حد يقفل في وشي باب ألاقي باب تاني بيتفتح. عد 6 شهور بقيت ببيع منتجات كتير وتعرفت في المنطقة، وفي سنة واحدة عملت أرباح ما كنتش أتخيلها. فتحت محل صغير بفلوسي ووسعت الشغل، وبقيت أوظف شباب محتاجين فرصة زي ما كنت محتاج. النهاردة وأنا بحكي القصة دي عندي بيزنس ناجح بيكفيني ويكفي عيلتي. وكل ده بدأ من 0 جنيه. لو أنت كمان شايف إن حياتك واقفة، صدقني مش لازم تكون غني عشان تبدأ. كل اللي محتاجه فكرة وإرادة. ابدأ بخطوة صغيرة مهما كانت بسيطة، وهتشوف الدنيا بتتغير قدامك. ودي كانت قصتي. لو عجبتك ما تنساش تشارك الفيديو، يمكن تلهم حد تاني محتاج بس كلمة أمل.